فضيحة من كريم أبو حسين على قناة نادي الزمالك. هسمعك دلوقتي فضيحة. كريم أبو حسين بيقول للجمهور الأهلي غصب عنك هتتفرج على قناة الزمالك، وبيقول لجمهور الأهلي هنفضل نجيب لك اسم مرتضى منصور عشان يحرق دمك، عشان انت تبع البيب بيب، تبع نادي البيب بيب، وغصب عنك هتتفرج على قناه نادي الزمالك. انتوا متخيلين ان هم وصل بيهم الجرأة ان هم يكلموا جمهور كبير وجمهور عظيم زي جمهور الاهلي بالاسلوب ده وبالطريقه دي؟ طب انت متخيل ان كريم ابو حسين ده اصلا كان مراسل، واول ما اشتغل كان مراسل في قناه النادي الاهلي، وكان بيتودد لجمهور النادي الاهلي اللي النهارده طالع يغلط فيه على الهوا وعلى الملأ؟ يعني ايه غصب عنكم هتتفرجوا على قناه نادي الزمالك؟ يعني ايه هنقول اسم مرتضى منصور عشان يضايقكم ويحرق دمكم؟ طب انت بتكلم جمهور النادي الاهلي كده ليه؟ ويعني ايه جمهور تبع البيب بيب؟ يعني ايه ليه بتغلط في جمهور الاهلي؟ في البدايه السلام عليكم، اتمنى ان انتوا تصلوا بينا على النبي، ولو لسه مش مشترك في القناه اشترك في القناه وفعل زر الجرس، كمان حط لايك جميل للفيديو، وتعالى اسمعك الكارثه دي والفضيحه دي اللي لازم النادي الاهلي يتصرف ويتدخل فيها، لان كده كتير لما مذيع في قناه نادي الزمالك يغلط في جمهور كبير وعظيم زي جمهور النادي الاهلي، ويرجع يقول لك انتوا بتعملوا احتقان، ويرجع يقول لك انتوا نادي متعصب وجمهور متعصب. طب اللي انتوا بتعملوه ده اسمه ايه؟ لما يطلع مذيع عندك في قناتك يغلط في جمهور الاهلي هنسمع الكلام دلوقتي بعضمة لسانه. ما ترجعوش تلوموا جمهور الاهلي على اللي بيعمله. تعالوا بقى نسمع الفضيحه والكارثه دي بعضمة لسان كريم ابو حسين والحكم لحضراتكم. ان كان اسم مرتضى يبقى بيضايقهم والله العظيم هنفضل نقول اسم مرتضى عشان نضايقكم، يعني حتى لو احنا مش مقتنعين واحنا مش بنشيد برئيس تاريخي نادي الزمالك، لا كل دقيقه هنقول لك اسم مرتضى منصور عشان يعمل لك الدقيقه دي ويحرق لك دمك ويغل لك صدرك ويضيق لك صدرك ويعمل لك هسس في دماغك. هنفضل نقول مرتضى منصور، وهتفضل غصب عنك تقعد تتفرج هنا عشان انت هنا بتسمع اللي ما تقدرش تسمعه الناحيه الثانيه، وعشان هنا بنعري لك وبنكشف لك كل الخبايا اللي الناحيه الثانيه بيخبوها عليك وبيضحكوا عليك عشان انت ماشي تبع نظام البيب بي. كلمتين بقى للاخ كريم ابو حسين، احنا فعلا مش ممكن نسمع الكلام ده الناحيه التانيه اللي هو قصده قناه النادي الاهلي، لان قناه النادي الاهلي قناه محترمه وما بيطلعش منها الالفاظ دي. جمهور الاهلي مش جمهور البيب بيب، جمهور الاهلي هو اكبر جمهور في الوطن العربي واكبر جمهور في الشرق الاوسط. جمهور النادي الاهلي يا ابو حسين محدش بيقدر يضحك عليه، او محدش يقدر يغصبه يتفرج على ايه او ما يتفرجش على ايه. مفيش حاجه اسمها غصب عنك تتفرج علينا. وجمهور الاهلي ما بيخافش لا مرتضى ولا غير مرتضى، وانت عارف كده كويس، وانت عارف ان ردة فعل جمهور النادي الاهلي على الكلام اللي انت قلته ده هتبقى صعبه قوي، وهتبقى ردة فعل قويه جدا عليك. قابل بقى يا ابو حسين. بس كده، يا رب يكون الفيديو عجب حضراتكم. سلام.